بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه وفي السنة مرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهارده، ان شاء الله الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. كل عام وحضراتكم بالف خير وعام دراسي سعيد علينا جميعا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، ويرضينا ويكبر بخاطرنا في اولادنا يا رب. اللهم امين، وما يضيعش يا رب تعبنا معاهم ابدا ابدا ابدا، ويجعلهم يا رب من الذريه الصالحه، ويجعلهم من المتفوقين دايما. اللهم امين يا رب العالمين. كل عام وحضراتكم بخير، وان شاء الله كده يبقى عام سعيد علينا جميعا يا رب ان شاء الله. بصوا بقى، النهارده جايلكم فيديو حلو جدا جدا. عارفه ان انا اتاخرت قوي في الفيديو ده شويه يعني، بس زي ما حضراتكم عارفين احنا بقالنا فترة يعني عمالين ندخل من حاجة نطلع من حاجة ندخل في حاجة، فالله المستعان. يعني انا كان عندي تقديم مدارس في الاول، وخلصنا تقديم مدارس ومصاريف مدارس ومش عارفة ايه، دخلنا بقى في الدروس والكتب الخارجية والمذكرات والكلام من ده. خلصنا الدروس وبدأنا والحمد لله، دخلنا بقى على لبس المدارس والشنط و فكان يا دوبك اللي بيجي على قد اللي بيروح، يمكن حتى يعني بتمشي كده، ربنا هو اللي بيمشيها والله. فالحمد لله والشكر لله ان هي اتسترت ومشيت كده على خير الحمد لله. والحمد لله ما عادش ناقصهم اي حاجه. فنبدا بقى ان احنا نشوف تجهيزاتنا بقى ونفوق بقى كده ونشوف اللي جاي ان شاء الله بامر الله. هفضل اقول لكم دايما، عشان انا دايما بتهاجم في الفيديوهات اللي زي كده من حسب الحسابات في الهنبات، ويعني مفيش فيها اي حاجه خالص، عشان ما الاقيش بس حد داخل يقول لي رمضان ايه ولسه بدري ومش عارفه ايه والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، اللي انا دايما بشوفه في كل الفيديوهات كل سنه. بصوا يا جماعه، ان انت تعملي حساب لبكره ده مش حاجه وحشه. يعني دايما اقولك اعمل لحياتك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فمفيش فيها اي حاجه خالص ان احنا نعمل حسابنا. عشنا يبقى خير وبركه الحمد لله، ما عشناش يبقى في غيرنا هيكمل المسيره بتاعتنا وهيكمل الطريق بتاعنا. على الاقل خالص لو الحاجات اللي هنجهزها دي هيطلعوها رحمه ونور على روحنا. فمفيش فيها اي حاجه خالص ان احنا نبدا نجهز ونحوش وندبر ونوفر. دي حاجات حلوة جدا جدا. هنبدأ بقى بحصالة رمضان اللي هي جت متأخرة شوية السنة دي، بس الحمد لله يعني لسه معانا وقت، لسه فاضل على رمضان 5 شهور. فإن شاء الله معانا وقت ان احنا نقدر كده نحوش مبلغ محترم ان احنا بقى نجيب بيه ايه. احنا طبعا شغالين في تجهيزات رمضان. عايزه اقول لكم ان انا من اخر مره والله جبت فيها الكيسين المكرونه وكيس السكر، وانا ما جبتش حاجه تاني. زي ما قلت لكم كانت الايام اللي عدت دي كانت كلها ضغوطات ومصاريف كتير قوي قوي قوي، فبصراحه ما كنتش عارفه خالص ان انا اجيب اي حاجه واشيلها. بس خلاص ان شاء الله بقى، خلاص احنا كده عرفنا بقى ايه اللي لينا واللي علينا زي ما بيقولوا. عارفين بقى ان احنا كل شهر هيطلع مبلغ قد كده، هنمشي نفسنا بقى ان شاء الله، وهنعرف احنا ايه، هنعرف نحوش ايه وهنصرف ايه، فاهمين قصدي؟ فان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي نقدر بقى كده ان احنا ايه نظبط الدنيا تاني، ونبدا ان احنا نشيل لرمضان ايه، مكرونه، سكر، زيت، سمنه، شاي. بصي عندك حاجات كتير قوي 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 تقدري ان انت تحوشيها من دلوقتي لعند رمضان. طب الحصاله دي هنعملها لايه؟ الحصاله دي احنا عاملينها لدخلة رمضان بقى، اللي هي النواقص. لو في لحوم في بقى يميش رمضان مش محتاجتهاش في الحاجات دي خالص، هنشيلها للبس العيد ان شاء الله بامر الله تعالى. طيب انا لما بعت جبت الحصاله كان في نيتي ان انا احط فيها ال100 جنيه دي من مصروف الاسبوع. انا عاده باخد مصروف الاسبوع كل يوم سبت، فانا طلعت ال100 جنيه دي كده من مصروف الاسبوع، قلت ان انا احطها في الحصاله. يعني بصوا هتضغطني شويه مش مشكله، بس عايزه اقول لكم ان هو بكتير بتمشي وبقليل بتمشي، يعني هو ربنا اللي بيمشيها والله. فمش مشكله خالص، قلت احطها كده. ولقيت كمان معايا كده في البوك 12 جنيه كده فكه، فقلت احطهم كمان. انتوا فاهميني اللي هو ايه، انا ابدا بيهم يعني. فان شاء الله باذن الله كده ربنا يجعل وش الحصاله دي حلو كده ان شاء الله، ونقدر ان احنا نحوش فيها مبلغ كويس زي ما قلت لكم ان شاء الله بامر الله نفتحها قبل رمضان. بصي انا هنا كنت بقولك لو جنيه بس معاكي حطيها، ما تستقليش باي حاجه. يعني مثلا ما تقوليش انا مش بيتبقى معايا حاجه، لو اتبقى معاكي جنيه فضه حطيه. بصي هقولك لو انت ميزانيتك على قد خالص 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 مش هتعرفي ان انت تشيلي منها اي حاجه،
اعملي حصاله للفضه. عارفه اللي هو كل ما يجي معاكي فضه خلاص، اللي هو انا كل ما ايدي هتيجي فيها جنيه فضه هحطه. اجي معاكي 2 3 4 5 6 10، اي فضيه تيجي في ايدك حطيها في الحصاله، تبقى دي حصاله الفضيه. بصي لو هتحوشي من هنا لرمضان 500 جنيه فضه، هيجوا وقت برضو وقتها هينفعوكي جدا جدا جدا. يعني عايزه اقولك انت هتحسي ان انت لاقياه، يبقى انت يعني بتشجعي نفسك ان هو ايه، حصاله الفضه، اللي هو منين ما يجي معايا فضه هحطها. مش هقول مثلا لا انا اجيب بيها كذا، لا انا اعتبر الفضه دي مش موجوده خالص واحطها. فدي ابسط الاشياء خالص اللي انت تقدري تعمليها. كل اسبوع لو هتحطي فيها 5 جنيه في الاسبوع لما تاخدي مصروفك، لو هتحطي فيها 10 جنيه. بصي انا ببسطها لك خالص خالص خالص، اللي هو اللي انت لو هتحوشي 300 400 جنيه هينفعوكي لو انت الميزانيه بتاعتك على قد قوي. طيب لو ربنا ميسر الامر وقادره ان انت تشيلي كل يوم 10 جنيه كأنها مصروف لعيل من العيال وتحطيها في الحصالة، ده هيبقى حلو قوي 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 قوي. من هنا رمضان ان شاء الله في ال5 شهور دول هنكون حوشنا كده مبلغ محترم جدا جدا جدا. يعني عايزة اقولك ان انت لو شلتي كل يوم بس 5 جنيه او 10 جنيه على رمضان ان شاء الله بأمر الله هنكون حوشنا مبلغ حلو جدا جدا. فيلا بقى ابدأوا معايا كده، انا قلت اشجعكم كده معايا. انا كنت يعني قلت مش ملوش لازمه ان انا اصور الفيديو، لكن قلت لا انا اديهم الفكره واشجعهم معايا كده، عشان ان شاء الله في رمضان نفتحها مع بعض ونتشجع مع بعض كده، ونشوف مين فينا اللي قدرت تحوش اكبر مبلغ كده، ونشجع بعضينا ان شاء الله. وربنا يعمر بيوتنا دايما كده يا رب بالخير وبالبركه. وعايزه اقول لك والله هي بتمشي ببركه ربنا، مش الشطاره دي بتبقى توفيق من ربنا مش مننا احنا. يعني في بيوت ب1000 بتمشي، وفي بيوت ب3 بتمشي، وفي بيوت ب10 بتمشي. فمش كل يعني بص هو بتبقى بركة من عند ربنا. ممكن تلاقي سلفتك بتاخد 2000 جنيه في الاسبوع، انتي بتاخدي 500 جنيه في الاسبوع، هتبص تلاقيها هي ماشيه وانتي ماشيه. سبحان الله. كل البيوت بتمشي، بكتير بتمشي وبقليل بتمشي، وهي ببركه ربنا. وسبحان الله هو ربنا هو اللي بيمشيها. فاللهم صل على النبي، صلوا بينا على النبي كده. وعايزاكم كلكم لو وصلتوا معايا لحد هنا تصلوا كده على النبي في التعليقات. انا بفرح قوي 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 لما بلاقي التعليقات كده مليانه بالصلاه على النبي. فخلونا كده ناخد حسنات، وربنا كده يبارك لنا كده في كل حاجه بين ايدينا كده، ان احنا دايما نصلي على النبي ونذكر الله كده طول ما احنا واقفين وطول ما احنا شغالين. فربنا يرزقنا البركه من عنده، اللهم امين يا رب العالمين. بص بقى تربيه الفراخ يا بنات، وده وقتها المناسب جدا 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 جدا. يعني عايزاكي متكسليش خالص عن تربيه الفراخ. هفضل طول حياتي طول ما انا معاكم على اليوتيوب اشجعكم على تربيه الفراخ. فربوا فراخ. الفراخ حلوه جدا في البيت، لو هتربيهم تحت الحوض بتاع المطبخ، لو ما عندكيش مكان خالص، عندك بلكونه صغيره كده، خدي منها جنب صغنن كده، اعملي هاتي بطانيه قديمه او مفرش قديم الزقيه بالشمع. ابسط الاشياء خالص، يعني الزقي البطانيه ولا المفرش القديم بالشمع كده، واعملي سقفيه كده، واعملي باب للعشه، وهاتي وربي. تربيه الفراخ البيضاء سهله جدا جدا جدا، يعني ما فيش اسهل منها والله. وبعد كده مره في التانية بتاخدي الموضوع هوايه، وبيبقى الموضوع سهل جدا معاكي، وانتي نفسك بتحسي ان انتي لو ما عندكيش فراخ بتبقي قاعده مخنوقه كده، اللي هو ما شاء الله تربيه الفراخ البيضاء ما فيش اسهل منها وما فيش احسن منها. واليومين دول الجو حلو قوي قوي ما شاء الله، يساعدك على التربيه، اللي هو ولا حر ولا ساقعه. فيلا ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده بامر الله تعالى هجيب معاكم دوره فراخ بيضه. عشان حبايبي اللي كانوا بيسالوني هتجيبي فراخ امتى، هي دي طبعا مش هتكون التربيه بتاعت رمضان، احنا عندنا مهله نربي 3 تربيات ان شاء الله قبل رمضان، 3 دورات يعني. فيلا الجدعانوا بقى، انا ان شاء الله ناويه اجيب الاسبوع ده والنيه لله وحده. فلو حضراتكم حابين تبداوا معايا اعملوا حسابكم ان شاء الله عشان نبدا مع بعض باذن الله. فالتربيه البيتي مفيش احسن منها. ويلا بقى ابداوا كده اعملوا الحصاله معايا عشان ربنا يكرمنا كده من واسع فضله وكرمه ان شاء الله. وطول ما انت بصي، طول ما انت حابه العيشه وانت عايزه تدبري وعايزه توفري وعايزه تجيبي حاجه ناقصاكي في بيتك وعايزه تعمري بيتك، بتلاقي ربنا هو اللي بيساعدك، بتلاقي ربنا بيفتح لك ابواب الرزق كده من حيث لا تحتسبي، بتلاقي الفلوس جايالك والله. طول ما انت سالكه النيه وحابه عيشتك وحابه زوجك وحابه بيتك، بتلاقي ربنا بيكرمك وبيوسع رزقك. هتعيشي بالعافيه وشايفه ان العيشه ضيقه وقرفانه ومخنوقه ومش هتبصي تلاقيها بتضيق اكتر واكتر. فانتوا دايما كده نرضى دايما باللي ربنا قسم لنا بيه، والرضا بالمقسوم عباده. وزي ما بيقولوا ايه اللي يجيلك بالغصب خديه بالرضا. فدايما حب حياتك وحب عيشتك، وهتلاقي ربنا والله هو اللي ميسر لك الامر، وهتلاقي كل حاجه ماشيه باذن الله تعالى طول ما انت
حاطه ثقتك في ربنا وعندك امل في ربنا كبير، ان شاء الله ربنا عمره ما يخيب زي ظنك ابدا. يعني خلي دايما عندك امل في ربنا، وان شاء الله الجاي يبقى احسن. وعايزاكم تدعوا لي لان القناه هنا من اول ما فتحتها وهي فيها مشكله لحد دلوقتي لسه ما اتفعلتش، فعايزاكم تدعوا لي ان شاء الله المشكله دي تتحل، لان بقى لي فتره بحاول ان انا اظبط الدنيا فيها ومش عارفه بصراحه. يعني لدرجه ان انا فتحت قناه تانية وبنزل فيها الفيديوهات علشان برضو لو ربنا ما كرمنيش هنا وخدت وقت طويل يبقى التانية تمشي شوية ان شاء الله بإذن الله. فادعولي بالله عليكم، ادعولي، لان انا بجد الموضوع ده كمان اللي مخليني محبطة جدا 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 من التصوير. وفي كل فين وفين عما بصور وبنزل فيديو على القناة هنا، يمكن حضراتكم ملاحظين ما كنتش عايزة اتكلم في الموضوع ده وقلت ان شاء الله تتحل، ولكن يعني الموضوع حاسة ان هو طول قوي، بقالي 6 شهور وداخلة على 7 شهور اهو شغالة فيها. فان شاء الله بإذن الله خير، وان شاء الله اللي ربنا رايده ولا هيكون. فدعواتكم بس، انا مش محتاجه منكم اكتر من دعائكم ليا، فربنا يكبر خواطرنا جميعا. يلا بقى لو لسه مربطيش فراخ يلا بقى ابدأي وربي، لان بجد والله دي كنز كبير قوي. ويلا لو لسه ما عملتش حصاله لرمضان اعملي الحصاله معانا، ولو لسه ما جبتيش كرتونه وشلتي فيها حاجه لرمضان هاتي يلا الكرتونه، علشان احنا الفيديوهات اللي جايه كلها هتكون فيديوهات تشجيعيه لخزين رمضان وكرتونه رمضان وحصاله رمضان بامر الله تعالى. واللي عايزين بقى يجيبوا الفراخ البيضاء ويبداوا معايا الدوره ان شاء الله خلال الاسبوع ده، على اخر الاسبوع ان شاء الله تعالى هبدأ ان انا اجيب ان شاء الله الفراخ باذن الله. هعقم العشه كده واروق الدنيا معاكم ان شاء الله، كل ده هينزل معاكم في الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعالى. ربنا يعمر بيوتنا بالخير وبالبركه يا رب، ويبلغنا رمضان واحنا في اتم صحه واحسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعل بيوتنا دايما عمرانه كده بالستر وبالصحة وبالرضا وبالمودة وبالرحمة وبالحب، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعلنا دايما يا رب من عباده الصالحين. فيلا بقى كده ابدأوا معايا ان شاء الله، الفيديوهات اللي جايه كلها تكون نشاط وطاقة ايجابية. وادعولي بقى المشكلة دي تتحل علشان كده اتشجع ان انا اصور وانزل فيديوهات اكتر. وان شاء الله برضو هبقى اسيب لكم لينك القناة التانية في صندوق الوصف، او هسيبها لكم ان شاء الله في اول تعليق مثبت، علشان برضو لو المشكله هنا ما اتحلتش تبقوا انتم موجودين معايا هناك برضو، نبقى شغالين هنا وهناك لعند ما ربنا ييسر الحال. فان شاء الله ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده باذن الله كده. استنوني في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.